السلام عليكم. معاكم احمد بدرو. انا كل كام يوم بعمل استفتاء على الجروبات على الفيديو اللي الناس حابه ان انا اعمله الفتره الجايه. تمام. فكنت عامل استفتاء من فتره، وكان الفيديو اللي كسب معلومات عشوائيه. تمام. معلومات عشوائيه، يعني هنشرح كام حاجه كده بسيطه. ممكن تكون مختلفه شويه عن السيرفر الاصلي بتاع الكمبيوتر. في ناس طبعا ممكن تبقى عارفة المعلومات دي، في ناس مش عارفاها، فأنا بشرح كده كده حاجات مختلفة. القديم بيبقى كده كده عارفها، ممكن تبقى حاجة ناقصة برضو تفيده. الجديد بيبقى مثلا في حاجات مش عارفها بيستفاد. تمام. فالنهاردة شوية معلومات عشوائية كده، يعني مثلا نتكلم على حاجة بسيطة مثلا زي ترتيب السكيلات مثلا. يعني السكيلات هنا مثلا ايه، بتترتب ازاي او بتتم ازاي. انت لما بتخش هنا بتدوس على سكيل. تمام. في السكيل هنا تختار مثلا السكيلة دي، مثلا تعمل اكويب ان انت هتلبسها. ترتب بقى سكيلاتك واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة زي ما انت حابب. تحط بفاتك. تمام. هو كده كده حطيت البفات فوق، حطيتها تحت، حطيت سكيلة يمين سكيلة شمال. كده كده لما بتشغل البوت بتلاقي ايه، كل حاجة بتتضرب. تمام. السيف مش لازم يبقى رقم واحد، ممكن لو رقم تمانية هيشتغل معاك عادي. فاهم. ممكن مثلا هنا مثلا حاطط جليف، وهنا مثلا ايه، حاطط سورد. تمام. بحيث ان انت مثلا ايه، لو دوست هنا كده يقوم قالب السورد وشيلد على طول، دوست هنا يقوم قالب الجليف على طول. تبدل كده ما بينهم. كده كده البوت بيتفتح من العلامة دي. فاهم. يعني مثلا اول ما فتحت البوت ابتدى يعمل البفات. بس يعني دي حاجة بسيطة كده عن السكيلات. تاني حاجة عندك الجراب بت هنا. جراب هيت هنا بيعلي في ستيت الشخصية شوية، إذا كان دامج أو ديفنس على حسب كل نوع جراب بت. طبعا بيبقى ليه ايتمات كده بتلبسها له، كل ايتمات بتعلي الستيب بتاعت الجراب بت. طبعا بيبقى فيه بيض هنا كده بنقعد نشتري بيه صناديق تفتح لنا جراب بت. برضو هنا الجراب بت ممكن اكسره وابتدي ان انا اخد منه الحاجات دي. ده بالنسبة للجراب بت. عندك برضو في السيتنج هنا يعني حاجة يعتبر مهمة شوية، مش عارف الناس بتاخد بالها منها ولا لأ. هنا مثلا عامل الجرافيك بيرفكت، اللي هو أحسن جرافيك ممكن. تمام. طبعا انت لو سموث او سيف باتري دايما هتكون احسن، بالذات لو انت بتخش في حته زحمه فيها يونيكات، الكلام ده كله. فاهمني. فيعني انت دايما حاول تخلي الباتري سموث او سيف باتري عشان خاطر ما تلاقيش الدنيا بايظه معاك. والشو كاركتر دي ده الرينج اللي انت بتشوف الشخصيات فيه. يعني مثلا عملت كده، لو شخص مثلا بعيد هناك خالص هشوفه هيبقى واضح. فده هيخلي الموبايل اتقل معايا وكل حاجه اتقل. لو عملت 10 مثلا يبقى انا كده اشوف في رينج اصغر البني ادمين اللي حواليا. لو عملته زيرو تقريبا مش هشوف حد، تحسهم كده اكنهم هوا طاير. تمام. كل ده بيقلل من الكواليتي بتاعت اللعبه، فبيخلي موبايلك شغال اسلس والدنيا بتكون احسن. تمام. تاني حاجه، لما اللعبه بتنزل مثلا بنعمل داونلود باكج، مثلا بنحمل كل مابا عشان خاطر لما اجي اسافر من حته للتانيه ملاقيش الدنيا ايه واقفه معايا. تمام. لما بتحمل المابات بيجي لك هدايا كده بسيطه، جولد، شويه حاجات عبيطه. طبعا لو اتحشرت في مكان مش عارف تطلع بتدوس على ستاك ان ستاك دي بتلاقي نفسك طلعت. عندك حاجة تانية برضو مهمة في الجنرال تقريبا، في الجرافيكس. تمام. تحت هنا عندك اللي هو سليب مود، مش عارف مش راضي يطلع عليه. استنى كده. هو السليب مود ده. تمام. هو مفتوح اون، ده لما بتسيب موبايل بوت بيقوم الشاشة عاملة زي سكرينة كده تقفل، واللعبة بتفضل شغالة لوحدها. انت طبعا الشاشة دي ممكن تكون مش عاجباك، حابب تبص على الموبايل كل شوية تقوم ايه، قافلها. لو قفلتها كده ايه، تبقى طول ما انت بوت اللعبة شغالة وانت شايف الدنيا والدنيا تمام. بس هو ده كان معلومة بسيطة كده عشوائية، ويا رب أكون أفدتكم. وفي الجروبات إن شاء الله تنوروني، وبنعمل استفتاء كل فترة عن بقية الفيديوهات. شوفوا حابين فيديو عن إيه، ممكن تبعتولي خاص وتقولوا لي الفيديو اللي انتوا عايزين تعملوه. و... أو تخشوا في الفوت في اللي أنا بنزله في الأناونس بتاع الواتساب، تختاروا ايه الفوت اللي انتوا محتاجينه او ايه الفيديو اللي انتوا محتاجينه، بحيث ان انا بشوف يعني الناس محتاجة ايه اكتر وبحاول اعمله عشان خاطر كله يستفاد. شكرا.